ماجد، يعني فريق الوداد المغربي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، هل استحق الوداد الفوز والتتويج باللقب؟ دعيني سيدتي أتحدث بصراحة. كثر الحديث عن هذه النهاية ما بين الأهلي المصري زعيم الأندية وصاحب الأرقام القياسية والوداد بطموح لاعبيه وإرادته. طبعا مباراة لعبت في مباراة واحدة، التاريخ يقول بأن دائما فاينل تشامبيونز ليج الإفريقي يلعب من خلال مباراتين، مجموعة من الأمور، تداعيات كورونا إلى ما إلى ذلك. كان من قرارات الاتحاد الافريقي اجراء مباراه واحده فقط. المغرب رشح نفسه لاستضافه هذا النهائي، ونفس الشيء بالنسبه للسنغال، لكن الاتحاد المصري ونادي الاهلي لم يقدم طلب الاستضافه، وبالتالي بعد الرجوع لمجموعه من الامور، تحديدا ان مباراه مصر والسنغال التي لعبت في دكار عرفت ربما ردود فعل كثيره وتداعيات على اعتبار ما حدث في تلك المباراه، وبالتالي اختار الاتحاد الافريقي ان يكون المغرب هو مسرح هذه المباراه النهائيه. وبالعوده لهذه المواجهه على الميدان، كان يطمح الاهلي للبحث عن لقبه ال11 في تاريخ المسابقه والثالث على التوالي، ولكنه فشل على مستوى الاداء على اعتبار بانه تعثر بنتيجه هدفين دون مقابل. النتيجه تظل منطقيه بالعوده للاطوار، وكيف قدم الوداد الحضور وكيف تسيد المباراه، حتى ان الاعلام المصري والنقاد مميزون في عالم المستديره أكدوا بأن الوداد كان الأفضل بالعودة للنتيجة والأداء، والأكثر من ذلك بأن زهير مترجي سجل هدفا تاريخيا تم تصنيفه من قبل الجماهير وبإقرار من الاتحاد الإفريقي بأنه أجمل هدف في النسخة السابقة من تشامبيونز ليج الإفريقي. طب